كيف مولاتي لا يعنيك؟ لقد سمعت أن سهيلة ابنة أبي الحكم تريد لنفسها. من سهيلة يا أختي، ولعي بقى ولعي. تلك الممسوسة؟ عود الخيزران الناشف. هي بقى أنا اللي ما تجيش صباع في حضرتك. مختوع، ايه ده؟ دي آيات بنت الحجاج، تعالى ورايا. شدوني. ماذا حدث؟ أبدا يا مولاي، تعثرت فقط. ومالك سمنتي كده واخشنا صوته؟ إنها اسكتي بقى بقى. ألا تسمعين يا مولاتي؟ أسمع ماذا؟ موسيقى الاحتفالات يا مولاتي في الخارج. واو! أية احتفالات؟ البصرة كلها تحتفل بعودة البطل. أي بطل؟ ابن عمك العزيز الغالي محمد بن القاسم. ليه يا ابن عم؟ لقد حرر أسيرات العرب وعاد بهن من بلاد السند. ما تجيبي حتة. بلاد السند أسيرات العرب؟ أية أسيرات؟ صبر من عندك يا رب. اهو تعالي بصي بصي هناك. بيتش بصي بقى. لا يعنيني. كيف مولاتي لا يعنيكي؟ لقد سمعت أن سهيلة ابنة أبي الحكم تريد لنفسها. من سهيلة يا أختي، ولعي بقى ولعي. تلك الممسوسة؟ عود الخيزران الناشف. هي بقى أنا اللي ما تجيش صباع في حضرتك. بقولك إيه، ما تيجي يا مولاتي بصي بصة. إيه؟ بص إلى من؟ إلى البطل، أهو جاي هناك أهو، بصي. إنه الحجاج أبي. وكمان عمشة. نحن لا نتحدث عن أبيك، بل عن ذلك الشاب الجميل الفاتن إلى جوارك. خلاص رأيت. من هو؟ العريس. عريس من؟ عريسك يا أم 44. ابن عمك، هو أولى بك وأنت أولى به. قيس المجنون بك وبجمالك يا مولاتي، رجيه واتركيه يعمل على شعرك 3 شهور. إنه لا ينام الليل من حبك. هو قيس وأنت ليلى. ولكن قد قد ماذا بقى؟ قد ماذا؟ لا يعجبه قوامي.